بسم الله الرحمن الرحيم. عاشور 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 عاشور. أزمة إمام عاشور. حقيقة إمام عاشور كلاكيت 10 مرة السنة دي، وكنت قلت أنا قبل كده إن أزمة إمام عاشور مش هتخلص. أزمة إمام عاشور مكملة، ودي مشكلة عملتها الإدارة لما جابت نجوم بأرقام فلكية. أدم وطني طلع وقال تصريحات حقيقة، بس مش على إمام عاشور بس هو البروز. إمام عاشور هو قال تصريحات على أكتر من لاعب، لكنه قال لك إمام عاشور اخر موسم ليه في الاهلي السنه دي، وكأن القرار بتاعه، يعني وكأن القرار، وكأن اداره النادي الاهلي مش موجوده، كأنه الاهلي ما يقدرش يحتفظ بامام عاشور. هنا في كلام كتير جدا انه هل، وهذا مواطن له سبق مع الاهلي، اسامه ابو علي لسه ما اتنساش اول السنه، وبرضه كان الاهلي بيتكلم على ان العقد بتاع اسامه ابو علي بقى له سنه ونص، وان اسامه ابو علي مش هيقدر يمشي الا اذا وافق الاهلي. لكنه ادم وطني ضغط وقدر ان هو يدخل بشكل كبير جدا ويمكن اسامه ابو علي من الانتقال للدوري الامريكي. طبعا الواقعه دي واقعه لسه في الذاكره، وبالتالي واضح جدا انه العقد بتاع امام عاشور اكيد في ثغره، زي يعني هو المشكله في العقود يا جماعه، اكيد في حاجه في العقود. فادم وطني مش هيتكلم كده الا اذا كان متاكد انه في حاجه في العقد ممكن تمكن امام عاشور من ان هو ينتقل او يجبر النادي الاهلي انه ينتقل. طبعا النادي الاهلي هيفكر دلوقتي نفس التفكير بتاع اسامه ابو علي. هل انا اوافق على انتقال امام عاشور واكسب قرشين احسن ما اخدش حاجه؟ واضح جدا انه امام عاشور وادم وطني متفقين، وبالتالي انا بشوف انه الاهلي في ورطه حقيقيه. الكلام النهارده امام عاشور عايز 150 مليون جنيه، مش بس كده، انت عايز شرط في العقد ان مفيش لاعب مصري يجي النادي الاهلي برقم اكتر منه. يعني النهارده انت بتتكلم مثلا على مصطفى محمد. مصطفى محمد لو انت هتجيبه ب 150 160 مليون انت مجبر تعدي العقد امام لاكتر من مصطفى محمد. ده شرط امام عاشور. طبعا انه لعيب يشرط على النادي الاهلي ده حاجه جديده علينا، يعني ما سمعتش انا الكلام ده قبل كده. فبالتالي النهارده المشكله كبيره جدا، وانا اعتقد انه تصريحات ادم وطني اكيد وراها سر. يعني ادم وطني قال لك، حتى محمد عبد الله قال لك، محمد عبد الله اللي هو في سيراميكا اللي هو اعاره من النادي الاهلي، قال لك ما يرجعش الاهلي. ده مش في الاهلي. يعني ايه مش في الاهلي؟ ده اعاره يقدر يرجعه في اي، قال لك لا مفيش الكلام ده، محمد عبد الله بره الاهلي. طب بس محمد عبد الله لا، وكمان محمد عبد المنعم مش راجع الاهلي. طب انت على اي اساس بتتكلم كده؟ هو كده يعني حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه. مصطفى محمد ما ينفعش يروح الاهلي، يعني ليه يا عم ما ينفعش يروح الاهلي؟ هو كده. الحقيقه هو ده وطني، واضح انه لديه اسرار ولديه قدرات خارقه، والحقيقه هو اثبت انه لديه قدرات في الملف بتاع اسامه ابو علي، لانه النادي الاهلي ما كانش عاوز اسامه ابو علي يمشي، لكنه اجبر. اللاعب تمرد وحصلت مشاكل وحاولوا يجمدوه ما نفعش، وفي الاخر الاداره رضخت لرغبه اللاعب واسامه ابو علي انتقل للدوري الامريكي. الحقيقه الوضع صعب جدا، والنادي الاهلي امام مأزق حقيقي، ولازم اداره النادي الاهلي الحقيقه توضع حد للمهزله دي. اداره النادي الاهلي يجب انها تحط سقف للتعاقدات، وما ينفعش تبقى المساله كده. يا جماعه عقد تريزيجيه وعقد زيزو عامل مشاكل كبيره جدا السنه دي. كل البطولات اللي ضاعت ده بسبب العقدين دول. كل البطولات اللي ضاعت من الاهلي، سواء دوري ابطال افريقيا او الدوري اللي بيضيع دلوقتي غالبا، يعني ده بسبب عقد زيزو وتريزيجيه، وبسبب مشاكل في اوضه اللبس، وبسبب التعاقدات. هي دي المشكله، وبالتالي انت لازم تعمل حل للمساله دي. حسين الشحات النهارده لما يسمع، لو انت عرفت، لو انت عايز تجدد لامام عاشور 150، حسين الشحات يقول لك طب ولا انت عارض عليا 50 بس، طب ما بيراميدز عارض عليا 80، اوافق لك ليه؟ فالموضوع ده هيكبر،
والتعاقدات لو ما اتحطتش لها حدود وبقى لها سقف واضح، الموضوع هيكبر على فكره، والاهلي هيمر بازمات كبيره جدا. فالحقيقه ده حدث مهم كان لازم اعلق عليه. وبشوف انه الاهلي، اداره الاهلي لازم تحط حد للمهزله دي اذا كانت عايزه تصلح شأن الاهلي في الموسم اللي جاي. الموسم اللي جاي لو الاهلي ما افقش من الغيبوبه اللي هو فيها، هنروح لسيناريوهات مرعبه. اتمنى الخير واتمنى التوفيق. شكرا جدا لكم.